رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. الشهر المبارك هيكون بكره او بعده باذن الله، واعتقد انه مفيش اروع من كده فرصه ان احنا نشتغل على نفسنا، ان احنا نكون نسخه افضل، سواء في اخلاقنا، سواء في ديننا، سواء ان احنا نتقرب الى الله اكتر. فالمفروض يكون عندنا خطه او بلان قبل ما ندخل رمضان، ناويين نعمل ايه او ناويين نشتغل على نفسنا ازاي اكتر، وما نسيبش الوقت يعدي مننا، لانه زي ما انتم عارفين رمضان بيبقى سريع جدا. فجأة تلاقي نفسك في العشر الأواخر من رمضان، فجأة تلاقي نفسك الأيام اللي فاتت مش عارف هي فاتت إزاي. فلازم يكون عندنا خطة، حاجات ماشيين عليها وناويين نشتغل عليها أكتر في رمضان بإذن الله. وقبل ما أي حد يحكم عليا ويقول لي حجابك ولبسك وكل الحاجات دي، أنا بس مجرد مشارككم الحاجات اللي أنا ناوي أعملها في رمضان، تمام؟ وهي عارفة إن أنا ممكن أكون مقصرة في بعض الحاجات، بس أنا بجاهد وهفضل أجاهد إنه أكون نسخة أحسن، وإن أنا اعلى في ديني اكتر باذن الله، تمام؟ لانه انا عارفه ان الهدايه بتاعت ربنا، بس كمان عارفه ان احنا محتاجين نشتغل على نفسنا ومحتاجين نجاهد نفسنا اكتر. والحمد لله الحمد لله انا كل رمضان بيعدي بكتسب عاده دينيه بدخل بيها السنين الجايه، بكون احسن وبشتغل على نفسي اكتر. فحاسه ان رمضان ده كمان محتاجه اشتغل على نفسي اكتر، وعايزه اشارككم الحاجات اللي انا ان شاء الله ناوي اعملها في رمضان ده عشان اكون نسخه افضل من السنين اللي فاتت كلها. اول حاجه لازم اعملها هي الصلاه. انا عارفه ان ممكن يكون في ناس بتصوم من غير ما تصلي، وانا كنت جزء من ده زمان. كنت ممكن زمان اصوم مثلا وبعدين اصلي في اول الايام، وبعد كده تلاقيني هبطت ومش بواظب على الصلاه، اصلي مره ومره لا. فمن اكتر الحاجات او اول حاجه لازم اشتغل عليها ان انا لازم التزم بصلاتي تماما. انا الحمد لله تاني الحمد لله ملتزمه بصلاتي بقالي فتره طويله قوي، اوكي؟ وشاركتكم الموضوع ده وقلت لكم ازاي التزمت بالصلاه ما شاء الله. يعني ممكن تتفرجوا على الفيديو ده، بجد هيساعدكم قوي. بس كمان انا حاسه ان انا محتاجه اشتغل اكتر على جوده صلاتي. بمعنى ايه جوده صلاتي؟ بمعنى ان انا ازود خشوعي اكتر، بمعنى ان انا ازود فتره صلاتي اكتر. بسبب ضغوطات الحياه وبسبب الشغل وكل الحاجات ده، واحنا بنقضي الفريضه بتاعتنا ممكن نكون مستعجلين. بس لما نيجي نفكر فيها، انت دلوقتي في موعد مع الله، بمعنى انه الاذان لما بيأذن هو ربنا عايزك تقابله دلوقتي. فهل لو انت حد بتحبه ممكن تروح بسرعة كده تخطف اللقاء بتاعه أو المشوار ده، ولا هتكون عايز تقعد معاه فترة أطول وتكون بتأني كده وبخشوع؟ فدي من أكتر الحاجات اللي أنا عايزة أشتغل عليها بإذن الله رمضان دوت، أنه أكون الكواليتي بتاعت الصلاة بتاعتي أحسن، أنه أكون خاشعة أكتر، أكون حاسة الصلاة أكتر ومستشعرها أكتر، مش مجرد أن أنا بعمل فريضة ربنا طلبها مني وبس، قد ما أنه لا، أنا عايزة أحس كل صلاة وكل ركعة أنا بركعها، كل الحاجات دي. كمان عايزة أنه أحافظ على أن الصلاة تكون في أوقاتها. الحمد لله أنا محافظة على الموضوع ده جدا، بس كمان عايزة أأكد عليه أكتر، لأنه رمضان اللي فات أنا كنت بحافظ على كل صلاة في أوقاتها ما عدا صلاة الفجر، مع أن أنا بقالي مثلا سنة ونص والحمد لله محافظة على صلاة الفجر كل يوم. بس في رمضان اللي فات بسبب ان الجدول بتاع النوم والصحيان كان مختلف شوية، فكنت ممكن اوقات، مش دايما، اوقات تضيع مني صلاة الفجر. فانا اكتر سنة محتاجة ان انا مش عايزة يفوتني ولا صلاة فجر، لانه بجد صلاة الفجر من أروع الحاجات وفيها بركة بطريقة مش طبيعية. وأنا بحس بانتصار كده، بحس أن الله ربنا بيحبني إزاي إن أنا بصحى لصلاة الفجر. فدي حاجة أنا كنت يعني الحمد لله محافظة عليها الفترة اللي فاتت، وعايزة أحافظ عليها كمان في رمضان. فمن أول الحاجات اللي أنا هشتغل عليها هي الخشوع في صلاتي، وإن أنا أحافظ على صلاتي في كل الأوقات بإذن الله. تاني حاجة كمان محتاجة اشتغل عليها هي الدعاء. انتوا ممكن تلاقوا ان الموضوع غريب شوية. يعني ايه الدعاء؟ انا اكتشفت ان الدعاء هو عبادة شبه العبادات احنا لازم نشتغل عليها. بمعنى انا فاكرة ان انا جيت عليا فترة انا كنتش بدعي ربنا خالص. يعني انا مش عارفة اصلا اتكلم او اقول ايه، مش عارفة. لما باجي مثلا اقف اصلي، يا رب انت عارف انا عايزة ايه، فيا رب حققه لي. ممكن حتى باجي افتكر الاقي وقت كتير قوي من غير ما ادعي ربنا فيه. فحسيت انه هل ربنا مش حبيبني؟ هل انا ربنا مش مديني البركه الكفايه، اللي هو مش حاسه انا عارفه انا عايزه ادعي ايه؟ فحاسه انه انا السنه دي محتاجه اشتغل على الدعاء، محتاجه ادعي ربنا على قد ما اقدر، محتاجه اخصص وقت في اليوم للدعاء على طول عايزه ادعي ربنا، لان دي عباده بجد هاؤجر عليها. وفي نفس الوقت حاسه قريبه من ربنا، انه انا بطلب كل الحاجات اللي انا عايزاها من ربنا. فحاسه كمان ان الدعاء من ضمن الحاجات اللي مش هتخليني شايله هم الدنيا، لانه دايما هبقى فاكره انه انا عندي ربنا هو اعلى واقوى من كل شيء، وهو اللي هيحقق لي كل شيء. فانا باذن الله ناويه انه رمضان ده اركز قوي على الدعاء على قد ما اقدر،
ادعي بكل حاجه انا نفسي فيها، ادعي ليا ولاهلي واخواتي لكل المسلمين. عايزه اركز قوي على الدعاء، وعايزه احسن من جوده دعائي. يعني بمعنى انه مش عايزه اللي هو ايه يا رب انا نفسي ادخل الجنه، يا رب نجحني، مش عارف كل الحاجات دي هعملها، بس كمان حاسه ان انا عايزه يعني الدعاء اكون طماعه فيه اكتر، لانه ربنا عنده خزائن السماوات والارض. عايزه اكون طماعه في الدين والدنيا والاخره وكل حاجه. فحاسه ان انا محتاجه اشتغل على الدعاء قوي السنه دي باذن الله، ورمضان ده انا هشتغل على الدعاء فيه باذن الله. ثالث حاجه كمان محتاجه اشتغل عليها في رمضان ده هي النية دي بجد هتفرق معاكم في كل حاجة. تخيلوا ان انتم ممكن تكونوا بتعملوا اي حاجة، التمرين اللي انتوا هتقوموا تتمرنوه تاخدوا عليه حسنات، وانتي بتروقي البيت هتاخدي عليه حسنات، وانتي بتعملي فطار هتاخدي عليه حسنات، وانت رايح الشغل الصبح ومتضايق وانت صايم هتاخد عليها حسنات. تخيل تعمل كل حاجة في حياتك وتؤجر عليها وتاخد عليها حسنات بس بمجرد حاجة بسيطة جدا، وهي انك تعقد النية ان انت بتعمل الحاجة دي لربنا. انتوا متخيلين؟ يعني مثلا وانا بقوم اتمرن اعقد النية واقول يا رب انا هقوم اتمرن عشان انت امرتني انه بدني عليا حق، وان انا لازم اهتم بجسمي، اهتم بالهبه اللي انت اديتها لي. فانا عقدت النيه ان انا بعمل كده ربنا، فربنا هيأجرني على كل حاجه انا عم بعملها وانا بتمرن. انه مثلا وانت بتعملي الفطار انك تعقدي النيه انك بتعملي الفطار ده لاولادك، اوكي، وفي نفس الوقت لربنا عشان تطلعي اولاد احسن وعلشان تفطريهم وفطار صائم وكل الحاجات دي. لما تعقدي النيه الى الله بجد هتؤجري على كل حاجه. فدي انا بس مش هشتغل عليها في رمضان، انا هشتغل عليها في كل الاوقات، ان انا احاول على قد ما اقدر واركز ان انا اعقد النيه في كل حاجه انا بعملها عشان اخد عليها حسنات. يعني انتوا متخيلين بتعملوا حياتكم اليوميه وعمالين تاخدوا عليها حسنات اكتر؟ فحاسه انه واو انا عايزه اعمل كده فعلا. الحاجه اللي بعد كده اللي محتاجه كمان اشتغل عليها في رمضان ده هو تدبر القران، اوكي، او بمعنى اصح هركز على الكيف وليس الكم. بمعنى ايه؟ انا كل السنين اللي فاتت كنت بشتغل اكتر انه انا عايزه اختم كذا مرة القرآن، يعني أقرأ كتير وعلى طول مرة واثنين وثلاثة أختم القرآن، ونتسابق أنا وأصحابي ونتسابق أنا وأخواتي أنت ختمت كم مرة وكل الحاجات دي. وبعدين أنا كنت بعمل كده فعلا. بعدين لقيت مثلا أنه بعدين بيعدي عليا أوقات ممكن أسمع آيات انا حاسه ان انا اول مره في حياتي بسمع الايات دي. بقعد اقول لنفسي طب انا ازاي اول مره في حياتي اسمع الايات دي وانا ختمت القران مره واثنين وثلاثه واربعه وعلى مدار سنين؟ انا ازاي بجد اول مره استشعر الايه دي، وازاي اول مره افهم الايه دي؟ فحاسه انه السنه دي من اكتر الحاجات اللي انا بجد محتاجه اشتغل عليها وهي تدبر القران. بمعنى انه مش هركز على الكم، انا عايزه اقرا كام ايه او كام سوره او كل الحاجات دي، قد ما انا عايزه اركز انه انا عايزه افهم كل ايه حرفيا. وده اللي حصل معايا. كنت في فتره من فترات حياتي بركز قوي ان انا عايزه اقرا سوره البقره على طول، كل يوم عايزه اقرا سوره البقره. بعدين حسيت انه بعد ما قريتها كذا مره انا عايزه افهم سوره البقره اكتر، فبدات افهم سوره البقره اكتر، وبدات افهم القصص اللي فيها، وبدات افهم العبره اللي فيها، وربنا كان بيتكلم بني اسرائيل وعايز منهم ايه. بدات افهم اكتر واستشعر الايات اكتر، بدات احس ان الايات دي بتكلمني انا في كل موقف من مواقف حياتي. الحاجة اللي أنا عايزة أشتغل عليها فعلا إن أنا أتدبر القرآن، لسبب بسيط كمان، لأن أنا لما أتدبر القرآن أنت صدقني لما تفهم الآية وتتمعنى قوي كده، الآية دي بعدين هتمنعك من ان انت تعمل الذنب او المعصية. يعني تعالوا مثلا في آية ربنا بيمنعنا مثلا عن ان احنا نشرب الخمر او كل الحاجات دي، تمام، وانت ما انتش عارف سبب نزول الآية، ما انتش عارف نزلت على مين، ما انتش عارف اي حاجة عن تفاصيل الآية غير مثلا انه ربنا بيمنعنا عن شرب الخمر، تمام. ممكن بعدين انت تقع في المعصية دي، تمام. بس لما انت تبقى متدبر الآية اكتر وعارف سبب نزول الآية وعارف ليه ربنا نزلها على المسلمين وعارف كل الحاجات دي، انت القصة دي الستوري دي لما تثبت في دماغك اكتر وانت تدبرتها اكتر وفهمتها اكتر وعرفت كل حاجة عنها اكتر، ده هيمنعك اكتر من ان انت تعمل المعصية. فانا حاسة ان انا عايزة اشتغل على الموضوع لما اعرف تفاصيل الآية واعرف سبب نزولها واعرف كل حاجة واعرف كل حاجة عن الآية وافهم معناها قوي. حاسة ان دي من ضمن الحاجات اللي هتقف ما بيني وما بين المعصية. فانا عايزة اشتغل اكتر على تدبر القرآن بإذن الله في رمضان ده وفي كل السنين الجاية. المسلسلات والسوشيال ميديا في رمضان، انا عارفة ان احنا بنبقى
للأسف بيبقى مستنيين رمضان عشان نتفرج على المسلسلات ونتابع النجم المفضل لينا وكل الحاجات دي. وانا كنت فترة طويلة قوي في حياتي لغاية رمضان اللي قبل اللي فات كنت كده، يعني بستنى ممثلة معينة واو انا المسلسل بتاعها عشان عايزة اتابعه، اكيد تعمل مسلسل روعة وكل الحاجات دي. وانا مش بزكي نفسي عليكم وبقول لكم لا لو سمحتي بطلوا تتفرجوا على المسلسلات، لان انا عرفت ابطل اتفرج على المسلسلات لانه الموضوع مش سهل. اوكي احنا بنجاهد نفسنا، هما الصناعه دي بتصرف فلوس كتير قوي عشان تاثر علينا وعشان ان احنا نتابعهم، فالموضوع مش سهل خالص ان انتم ما تتفرجوش على مسلسلات وفي ظل العصر اللي احنا فيه اصلا. تمام، بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اضيعش وقتي في المسلسلات، اوكي، وما اضيعش وقتي في السوشيال ميديا. انا الحمد لله رمضان اللي فات قدرت اعمل الموضوع ده، وقدرت اعمله صدفه، بمعنى صدفه انه كنت مضغوطه شويه في الشغل وكل الحاجات دي، فما كانش عندي وقت اصلا ان انا اتابع او اتفرج على حاجه. وبعدين حسيت انه ايه ده، طب ما عادي رمضان عدى من غير ما اتفرج على اي مسلسلات او اخد اي ذم من المسلسلات او الاغاني او كل الحاجات دي. فحسيت انه واو، طب ما انا اقدر اعمل كده. فانا ان شاء الله هعقد النية رمضان ده ان انا ما اتفرجش على اي مسلسلات، اوكي. وبالنسبه للسوشيال ميديا فهي بالنسبه لي هتضيع وقت بطريقه مش طبيعيه، وخصوصا التيك توك والحاجات دي. انا هحاول ان انا امتنع عن التيك توك والحاجات دي بعيدا عن الشغل، بمعنى ان انا لو نزلت حاجه شغل اوكي تمام، بس مش هضيع وقتي عليه. خصوصا انه انا رمضان اللي فات كنت بحاول ان انا امنع اغاني، والحمد لله كنت منعت اغاني فتره طويله قوي. للاسف انتكست تاني ورجعت اسمع اغاني، بس الميزه انه مركزش اسمع زي الاول، قليت جدا في سماع الاغاني عن الاول. هجاهد تاني رمضان ده وهحاول تاني، ومهما اقع هقوم ومهما اقع هقوم لغايه ما باذن الله ربنا يثبتني يعني. فان شاء الله رمضان ده هقلل من السوشيال ميديا على قد ما اقدر، عشان هي ذنوب شغاله على الفاضي، فانا مش عايزه كده. هقلل ان انا امتنع تماما عن ان انا اتفرج على المسلسلات باذن الله. وبعدين لو عايز اتفرج على المسلسلات ممكن يعني خلاص هموت واتفرج على النجمه الفلانيه، هتفرج عليها باذن الله، بس مثلا بعد رمضان. انا اصلا بعد رمضان، بعد ميعاد رمضان اللي فات اكتشفت ان انا مش عايز اتابع حاجه، يعني انا حرقوا لي المسلسل انا تمام، فكنت بحب ان اصحابي يحرقوا لي المسلسل وانا تمام ما اتفرجش على اي حاجه. فان شاء الله كمان هعمل كده رمضان دوت، عشان مش عايزه اضيع الوقت هباء في ان انا ما استفدش بحاجه وفي نفس الوقت عماله اخد ذنوب. فلا انا مش عايزه اعمل كده خالص. كمان حاجه عايزه اعملها رمضان ده، واني احاول احسن من لبسي على قد ما اقدر، اوكي. انا الحمد لله الى حد ما حسنت لبسي كتير عن الفتره اللي فاتت، وبحاول جاهده كل فتره. زي ما قلت لكم انا مقتنعه انه الهدايه من عند ربنا، بس مقتنعه كمان ان احنا كمان محتاجين نشتغل على نفسنا ومحتاجين نجاهد نفسنا اكتر. فحاسه انه رمضان فرصه كويسه قوي ان انا اخد الخطوه دي، لانه انا بقالي فتره طويله قوي عندي صراع ما بين انه يا ترى اللي انا بعمله صح ولا مش صح، يا ترى اكمل في الموضوع ده ولا لا، يا ترى هل انا فتنه لحد ولا لا. فعندي الصراع ده. فحاسه انه الحمد لله اشتغلت على نفسي كتير وحسنت من لبسي كتير جدا عن قبل كده، ولسه قدامي شوط كبير محتاج اشتغل عليه اكتر، وان شاء الله هشتغل عليه اكتر. من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اشتغل عليها رمضان ده باذن الله لبسي، ان انا اشتغل على لبسي اكتر، وان شاء الله هجاهد في الموضوع ده واحاول احسن من لبسي. وباذن الله لما احاول احسن من لبسي رمضان ده هكمل بيه على طول. يعني انا بقالي فتره كبيره قوي عايزه اخد خطوه انه اوفر سايز في كل حاجه حرفيا، تمام. انا اوريدي بلبس اوفر سايز، بس عايزه اخد خطوه ان انا اوفر سايز في كل حاجه حرفيا، في من فوق لتحت في كل حاجه. فان شاء الله هاخد الخطوه رمضان دي وهتكمل معايا الى ان يهديني الله للصواب ان شاء الله، ان هو هل اللي انا بعمله صح ولا غلط. لانه انا ستيل في الصراع ده، فاللي هو هل انا بعمله فعلا صح ولا غلط، وما بين انه عايزه اعمل حاجه انا بحبها اللي هي الرياضه، وما بين هل انا صح ولا غلط. تمام ان شاء الله. يعني ان شاء الله من ضمن الحاجات برضو اللي الدعاء هيشتغل عليها، ان انا هقعد ادعي ربنا كتير بالنقطه دي، ان انا تايهه وبقالي بجد في الموضوع ده يجي سنتين، ان هو ما بين يا ترى هل انا صح، يا ترى هل انا مش صح، طب وحلمي والحاجه اللي انا عايزاها. بشتغل على نفسي والحمد لله، بس حاسه ان انا لا محتاجه اكتر. فهدعي ربنا اكتر بالهدايه، واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا هيقدمه،
بس هحاول من عندي اكتر ان انا احسن من لبسي اكتر، وهعمل اكتر حاجة صح انا شايفاها صح، واللي في نفس الوقت احس انها ربنا راضي عنها فيها باذن الله يعني. وبس انا حاسة انه دي من اكتر الحاجات اللي انا محتاجة اشتغل عليها رمضان. كل حاجة بصراحة محتاجة اشتغل عليها في رمضان ده، محتاجة ان انا اركز اكتر في رمضان ده، وان انا فعلا اكون نسخة افضل من نفسي من السنين اللي فاتت. كمان ضمن الحاجات اللي انا محتاجة اشتغل عليها كمان ان انا اظبط جدول نومي في رمضان. بمعنى ايه اظبط جدول نومي في رمضان؟ انا كنت مقتنعة قبل كده انه انا صايمة، انا ما يعني تعبانة، انا مرهقة، انا هصحى الظهر، هصحى العصر، ما تستنوش مني ان انا اصحى قبل كده، ما انا صايمة تمام. وبعدين لما جيت افكر فيها انه طب هو هل ده اصلا صيام لما اصحى العصر او كل الحاجات دي؟ فبالصدفة رمضان، قبل رمضان يعني الشهر دوت، لقيت نفسي مثلا عشان شغلي وبخلص الايام اللي عليا، فبشتغل الساعة 9 الصبح، فبكون صايمة واليوم بيعدي عادي. بتعب شويه بس اليوم بيعدي عادي. فقررت انه باذن الله انه رمضان ده انا كمان هشتغل على جدول نومي، ان انا لا مش هصحى متاخر، وانا كده كده هصحى شويه بدري عشان الشغل، بس هصحى بدري اكتر لان هو يوم عادي، واحاول اكتسب كل اليوم من اوله حسنات على قد ما اقدر، واشتغل على قد ما اقدر. ما اصحاش مثلا، يعني تخيلوا انتوا مثلا بتصحى العصر فبتعمل شويه دول صغيرين دول بتاخد عليهم حسنات، طب ما نصحى الظهر ناخد حسنات اكتر، طب ما نصحى الصبح الساعة 8 مثلا ناخد حسنات اكتر. فحاسة انا محتاجة اشتغل على النقطة دي كمان في رمضان بإذن الله. وانتو حاسة ان انا محتاجة اركز اكتر، لانه لما نيجي نفكر فيها الدنيا متاع، وفي حاجات كتير حلوة احنا عايزينها، وفي احلام عايزين نحققها، وفي شخصية قوية عايزين نشتغل عليها، في قدامنا حاجات كتير محتاجين نشتغل عليها، بس هي فانية، هي مش لينا اصلا. وكل الحاجات اللي انا عمالة اشتغل عليها دي هتروح تمام. فحاسه ان انا محتاجه اشتغل على اخرتي اكتر، مش انا بس، احنا كلنا محتاجين نشتغل على اخرتنا اكتر، محتاجين دايما نبقى متذكرين فكره انه اخرتنا اهم من دنيتنا، ومحتاجين نشتغل لهناك اكتر، ونعمل اللي ربنا دايما راضي عنه، ودايما نفتكر ربنا في كل حاجه. ان شاء الله رمضان ده نكون نسخة افضل من نفسنا من كل السنين اللي فاتت. وبإذن الله انا يعني متحمسة ومتفائلة خير بإذن الله. وبس كل سنة وانتوا طيبين. انا بس عايزة اطلب منكم طلب اخير، ان انتوا كمان تشاركوني العبادات او الحاجات اللي انتوا ناويين تعملوها رمضان ده بإذن الله، عشان انا حاسة انه ممكن يكون في حاجات كتيرة فايتاني. يعني فعلا في حاجات كتيرة كانت فايتاني، مثلا لما بدأت أتابع أكتر حاجات بودكاست ديني، أو إن أنا مثلا أسمع السيرة النبوية، بدأت أحس إنه لا، في حاجات كتير فايتاني. فشاركوني حاجات في الكومنتات كده تشجعنا أكتر، ونشجع بعض إن احنا نلتزم أكتر ونتقرب أكتر إلى الله. وبإذن الله يكون رمضان كريم علينا، وكل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.